عاوز ياخد 3 نقاط عشان يستمر في المنافسه. النهارده بيعمل بروفا عشان عنده النادي المغربي تطواني يوم السبت الجاي. النهارده يعني احنا ايه عشان تطلع الصوره دي واحنا نذيع هنشوف ايه الحكايه. حسين وعلى طول غالي بدماغه تنزل الكره لبيتر يلعبها لمؤمن. من هنا مين اللي هيشوط ويفكر؟ لعيبه وحشه قوي قوي. وده مين؟ رزق. ده دلوقتي يبدو ان تعليمات حسن شحاته ما تهاجمش. وادي تريزيجيه على طول، تريزيجيه تتلعبوا معاه كريم مصطفى الطرف الشمال وتمشي كوره بالعرض يطلعها باسم. وادي تريزيجيه ايوه كده هو تعدي كوره، انما تعدي من مودي ويلحقها محمود عزة. بدا القلق على اهو بقول لك يا ساتر، بدا القلق. باركو على طول يلعبها لاحمد علي، واحمد علي العكسيه هناك، وحذاري حذاري 2 سنترافات الراجل ده. ولعب لعبه جت منها ضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول، وضربه مرمى لنادي المقاولين العرب. كان طالع شريف حسين انت بتلعبني في محزنه وعاوزني اكسب والدنيا كلها في محزنه. هنشوف. وادي تصويبه وعليها طابع المهاري في التمرير، ولكن ينقصها الناحيه الدفاعيه اللي ممكن النهارده زي ما حضرتك شايفين كده يستفيد منها المقاولين العرب من الهجمات المرتده. وادي مؤمن يلعبها لغالي بقلب على طول لرزق، يمشي رزق يمشي رزق، وبعدين يلعبها حلوه قوي 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 قوي. اللي مخليها وحشه شويه انما واقع رزق على الارض. المساحات 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 للنادي المقاولين العرب خلاص اتقفلت. ولا يا بابا اركو يعمل ايه؟ هذا الحته ديت ضربه حره مباشره، وعبد الله السعيد يلعبها تخبط في الحيطه وترد على الملعب على طول. يفتح اللعب الخطر على النادي الاهلي من الحته ديت اللي هي فيها اكتر من واحد. وقت تصويبه وصدى من اكرام عبد الله على طول ماشي الكره تحرك دون كره حلوه قوي. بيلعبوا على حدود المنطقه كويس. وادي لعبه حلوه قوي قوي لكن اتحسبت ضربه ركنيه صح، ولكن ما فيش يعني عنصر اللي بيخلص. ادي بيتر وضربه ركنيه مره اخرى لنادي الاهلي. فرق كتير مع النادي الاهلي في الحته دي. تتلعب ضربه ركنيه وتنزل وعاوز يصوب، وانما الله 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 والحظ. وادي بيتر بيقول لي انا هو موجود، انا بس كنت اخد فرص كتير. النادي الاهلي مستحوذ وبيصل وبيعمل اللي هو عاوزه، وبيتر وسوء حظ كبير جدا 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 للنادي الاهلي. انما الواد مؤمن هو اللي عامل الدوشه دي كلها، هو اللي بيرقص وهو اللي بيمرر. ساعات تروح لتريزيجيه متاخر شويه بلغه العربيات. لو فاق شويه تريزيجيه في الكرات هناك، ده باسم اللي راح هناك تقريبا، باسم اللي راح هناك، وهاني اللي بقى مكان باسم. وتصويبه وضربه مرمى. تتلعب الكوره وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع. حذاري حذاري حذاري. وادي تغطيه حلوه قوي قوي. وتروح الكره هتاخد هيشوط بيوسع الله، انما تخبط في دفاع النادي المقاولين العرب المتكتل. ويصفر الحكم محمد الحنفي بانتهاء الشوط الاول بتعادل النادي الاهلي مع المقاولين العرب بدون هدف. اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن خالد لطيف والكابتن محمد صلاح والكابتن خالد بيبو. فالى هناك.